السلام عليكم متابعي الكرام. سنتعرف في هذا الفيديو على ما يقال قبل الوضوء وبعده. كلمة واحدة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: من قالها بعد الوضوء مباشرة دخل الجنة. لكن قبل البدء صلوا على نبينا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية تقال قبل الوضوء، وأدعية تقال بعد الوضوء، وبين فصلها وعظيم أجرها. فأما ما يقال في الأول الوضوء فلم يثبت فيه إلا التسمية فقط: بسم الله. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. ونقل الإمام النووي عن البيهقي قوله: أصح ما في التسمية حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال: توضأوا بسم الله. فقال أنس: فرأيت الماء ينبع من بين أصابعه والقوم يتوضأن حتى توضأوا من عند آخرهم، وكانوا نحو 70 رجلا. وأما ما يقال بعد الوضوء فقد وردت فيه عدة أحاديث، ومجموع ما وردت أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وزاد الترمذي: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وهذه الزيادة جزم ابن القيم في زاد المعاد بثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فقد رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. فهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله من الأذكار التي تقال قبل الوضوء وبعده. أما الدعاء عند الوضوء أي غسل الأعضاء الوضوء فلم يثبت فيه شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب زاد المعاد: ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل أحاديث فيه أذكار الوضوء التي يقال عليه فكذب ومختلق. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله. جاء في فتاه اللجنة الدائمة: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء، وما يدعو بها العامة عند غسل كل عضو بدعة، مثل قولهم عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وقولهم عند غسل اليدين: اللهم اعطني كتابي بيميني ولا تعطيني كتابي بشمالي، إلا غير ذلك من الأدعية أثناء الوضوء. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وآله التسمية في أول الوضوء، والدعاء بما ورد عنه في آخر الوضوء، والله تعالى أجل وأعلم. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما جهلنا.